اوعى تشتري المايكات دي دلوقتي. ازاي يا جماعه عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا زي ما انت شفت في الانترو بقول لك اوعى تشتري المايكات دلوقتي. على حسب الكومنتس كتير جدا جت في الفيديوهات الاخيره بتاع ابلكيشن باند لاب. الناس اللي معانا طبعا عارفه ايه هو ابلكيشن باند لاب. خلينا باختصار نشرح للناس الجديده لو حد لسه متابعني جديد. ابلكيشن باند لاب ده عباره عن ابلكيشن هندسه صوتيه، ممكن تستخدمه وتغني عليه راب شعبي، اي حاجه انت اي اغاني انت بتسمعها في بلدك ممكن تهندسها عليه بطريقه بروفيشنال جدا. ابلكيشن كامل متكامل، واحسن حاجه فيه ان هو سهل جدا وسلس وبسيط، بتعمل له ابديت كل يومين او 3 بالكتير بحيث ان هو يبقى اسهل واسلس ويضيف فيها حاجات البروفيشنال الجديده اللي بتنزل في السوق عامه يعني في الهندسه الصوتيه. فانت لو جديد معانا اشترك في الشانل على طول عشان انا بشرح دايما الابلكيشن ده اول باول عشان بينزل فيه حاجات كتير جدا مفيده، فيا ريت تتابعنا لو انت لسه جديد معانا في الشانل. ابلكيشن باند لاب زي ما قلت لك انت بتسجل عليه سواء بتسجل بهاند فري بمايك، بتسجل عليه بصوتك عامه. ناس كتير جات لي ان هي بتسجل الصوت بيبقى فيه نويز، بيبقى الصوت مش واضح. ازاي مثلا يعني اجيب مايك ايه، يعني اجيب مايك ايه يبقى يفيدني كويس ان بحيث ان يطلع كواليتي عاليه في الصوت عامه. ايه اللي انا ممكن اعمله، ايه الماركات اللي انا ممكن اشتريها، ايه ابدا بايه عامه يعني. فالنهارده هقول لك ايه ازاي تبدا تجيب مايكات ايه او تشتري ايه او ايا كان المايك انت تستخدمه ازاي عامه يعني. بص باختصار انت لو جديد في الهندسه الصوتيه لسه مبتدئ يعني لسه بتشوف ايه هي الهندسه الصوتيه، او شخص متوسط لسه مش فاهم الدنيا كويس، انا ما انصحكش ان انت تشتري اصلا مايك بروفيشنال، مايك احترافي دي ما تشتريهاش دلوقتي. هقول لك ليه. اي حاجه انت بتبدا فيها ما تبداش طبعا بالعالي، او عمرك شفت حد يبدا السلم من الاخر؟ ما فيش حد بيبدا السلم من الاخر، لازم تجيب كذا حاجه الاول وتجرب لحد ما توصل لمرحله معينه، تبقى في ليفل معين ان انت تقدر تشتري حاجه عاليه جدا بحيث انت تقدر تستفاد من كل الكواليتي بتاعتها وكل الافاده اللي فيها. خلاص انت عندك اكسبيرينس كويسه بحيث انت تستخدمها كويس، فتستخدمها كويس في الحاجه اللي انت بتستخدمها. لو انت بتستخدم ابلكيشن باند لاب ما انصحكش انت تشتري دلوقتي، لو انت لسه مبتدئ ما انصحكش انت تشتري دلوقتي مايك بروفيشنال. يعني اقول لك ايه اللي انت ممكن تستخدمه دلوقتي. اول حاجه انا عملت كذا اغنيه، انا مش مغني، انا بعمل الحاجات دي جاست فور فن يعني، وبنزلها على يوتيوب. جابت فيوز عادي اتس اوكي مفيش مشكله، ما جابتش برضو عادي اتس اوكي مش متضايق، فاهم؟ انا بعمل الحاجات دي ان انا بسلي نفسي ساعات، ببقى مثلا بسمع حاجه كويسه بقول ايه طب ممكن اعمل زيها، فبحب اتعلم ولو الحاجه اللي اتعلمتها جديد بفيد الناس بيها يعني. فانا كنت عامل اغنيتين او 3 متهيألي على ما اظن، كنت نشرهم على الشانل بتاعتي الثانيه. هسيب لك الاغاني دي تسمعها في الاي اللي هنا او اللي هنا، خش اسمعها وانت قول لي بنفسك انت هتحس بالكواليتي بتاعت الصوت انا مسجل بايه، يعني انت قول لي هناك انا مسجل بايه. عمرك ما هتعرف ان انا مسجل بدي، عمرك ما هتعرف ان انا مسجل بدي. هاند فري ايفون العادي، المايك بتاعه العادي جدا، والصوت طلع نقي جدا وكويس جدا، ويعني يكاد يكون صوت بروفيشنال يعني، مش قوي يعني بس كويس، فاهم؟ يعني حاجه كويسه. هاند فري عادي حتى، فاهم؟ كانت هاند فري بتاعت الايفون اكس اس ماكس، يعني حاجه محترمه جدا يعني. فانا انصحك لو انت لسه بادئ في ابلكيشن باند لاب، دي احسن حاجه انت ممكن تبدا بيها. هتستغرب لما اقول لك كده بس حرفيا دي من احسن السماعات اللي انا استخدمتها في تسجيل الصوت، في المكالمات، في احسن في صوتها عامه. انت حرفيا انا يعني سماعه محترمه جدا جدا جدا. لحد دلوقتي اي حد من صحابي مثلا مش عارف ما بيحبش، في ناس ما بتحبش تسمع بالسماعات الايربودز والحاجات اللي هي مش وايرد، دي سماعه وايرد عادي جدا صوتها تحفه حرفيا جامد قوي يعني، تسمع منها كل حاجه كويس. والمايك بتاعها احسن مايك انا جربته كسماعه وايرد عامه، ميد رينج مش غاليه، ممكن تدخل تشوفها على امازون بكام، تلاقي سعرها بسيط جدا دلوقتي. او لو انت عندك حد من صحابك معاه ايفون او حاجه وحابب تسجل مثلا اغنيه وكده او تسجل بقى عامه اي حاجه، لسه قلت لك دي لو انت لسه مبتدئ او مش بروفيشنال او تعمل حاجه زي جاست فور فن، دي تغنيك عن الحاجات دي كلها. فانت بنصحك ان انت تشتري حاجه زي كده دلوقتي تبدا بيها لحد ما تبقى حاجه بروفيشنال. نبدا بقى نخش في الاخر اقول لك تخش على ايه عشان تجيب بقى المايكات اللي هي البروفيشنال بقى والغاليه، الحاجات الغاليه دي سعرها هتلاقي حوالي دلوقتي لو انت اشتريتها من حد من 300 جنيه 400 جنيه حاجه زي كده يعني، مش هتجيب 1000 جنيه عامه يعني. بس اهم حاجه تكون اصليه، سيبك من الناس اللي بتنزل على الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى الحاجات دي سماعه مش عارف ايفون ايه ومتبدله ايه، في بيتجات بتنزل سماعات ناس مثلا موبايلاتها بتتكسر وبيبيعوا سماعاتها او بيبيعوا الشواحن او بيبيعوا كده يعني. فانت ممكن تخش تجيب حاجه من دول، تجيب حاجه اصليه من دي اول حاجه ممكن تبدا بيها. انا الاغاني اللي انا عملتها عندي على الشانل كلها عامه عملتها بالهاند فري ده، محترم جدا، الصوت بتاعه واضح،
بس اقول لك ليه الصوت بيبقى واضح والصوت ليه بيبقى طالع كويس معايا كده. اول حاجه عشان انا بهيئ لنفسي ان انا داخل مثلا اسجل حاجه، سواء اغنيه، سواء يوتيوب، سواء اي حاجه داخل اسجلها، طبعا البيت كله بيبقى فاضي. اول حاجه. تاني حاجه، مفيش اي نويز حواليا بقى في الاوض عامه كلها. بيبان الاوض لو انت مثلا في اوضه والاوضه التانيه قدامك او في مكان قريب منك، اقفل الباب بتاعها عشان ممكن يجي لك منها هواء او اي نويز يعمل نويز حواليك يعني في الاغنيه او في اي حاجه انت بتسجلها عامه يعني. فانت تقفل الاوض كلها. تاني حاجه، تقفل عليك الاوضه. تالت حاجه، ما تخليش اي صوت حواليك عامه، اقف في مكان ما فيش اي صوت حواليك. دي اهم حاجه ممكن تعملها. لو انت معاك مايك الصوت هيطلع واضح ونقي. تاني حاجه، بابلكيشن باند لاب اصلا انت تقدر تعدل في الصوت بتاعه عامه بحيث ان هو يطلع نقي وعالي. ممكن تعليه بعد كده وتعمل له اي حاجه انت تحب تعملها في الصوت، هتطلع معاك كويسه طالما انت هيئت لنفسك. يعني انت خلاص دخلت في البيئه اللي هي الصوت فيها نقي جدا، خلاص الصوت هيطلع كويس. فاهم اقصد ايه؟ فانا غنيتها كلها، غنيتها في اوضه عندي، ما رحتش استوديو، ما رحتش اي مكان، ده كله بعمله لنفسي. اي حاجه عايز اتعلمها بتعلمها وبعملها لنفسي، وبحب اطلع اشرحها للناس زي كده. فانا كل اللي بعمله بخش اوضتي بقفل الاوض، وبعد كده بخش اسجل زي ما انت شفت كده. بس ده بكل بساطه اللي انت ممكن تعمله لو انت عايز تجيب مايكات. الناس بتكتب في الكومنتس هشتري مايك ايه؟ طب الناس بتخش تسالني على الانستجرام، والله قلت الدي امز عندي في الانستجرام ناس كتير قوي اشتري مايك ايه، اشتري مايك ايه، اشتري مايك ايه، انت بتسجل بمايك ايه؟ والله يا جماعه بسجل بده. بسجل حاجه زي كده يعني، مش مع مايك بروفيشنال او حاجه. هو بس كل اللي انا عملته ان انا هيئت الظروف ان انا داخل اسجل، فبشيل كل النويز اللي حواليا عشان لما اعمل نويز كانسليشن في الاغنيه عامه او في الحاجه اللي بسجلها على ابلكيشن باند لاب، الصوت يطلع واضح ويعمل نويز كانسليشن كويس بحيث ان هو يبقى مش واضح ان انا بسجل بهاند فري او حاجه زي كده. دي اول حاجه لو انت لسه مبتدئ. تاني حاجه، لو انت خلاص فهمت الابلكيشن او فهمت انت عايز تسجل بايه، انصحك جدا جدا لو انت مش عايز حاجه غاليه قوي تبدا بمايك اسمه بويا ام 1. هتقول اجيبه منين بويا ام 1؟ ممكن تنزل عادي في اي مكان قريب منك في مستلزمات المايكات او حاجه زي كده، هتسال عليه 100% موجود. لو انت مش قادر تتعب نفسك ومش عايز تنزل مع بعضنا دلوقتي اقول لك ازاي تبحث عنه. تخش اول حاجه على امازون، في السيرش فوق تكتب بويا ام 1. بكل بساطه هو اول مايك عندك ده سعره $15. يعني انا بس مش عامل لسه منزل ابلكيشن جديد على الموبايل، فهتلاقي سعره حوالي 500 جنيه 499 حاجه زي كده يعني، مش هتفرق كتير. ف 500 جنيه بعد ما تجيب، يعني مثلا كنت جايب السماعه الثانيه مثلا 300، اقول مثلا 300، هتسمعها اول حاجه تسمع بها اي حاجه انت عايزها عندك على الموبايل، هتبقى تستخدمها 2 في 1، هتبقى فاهم ميزتين. اول حاجه انت هتستخدمها 2 في 1، تستخدمها سماعه وتستخدمها كمايك، تستخدم فيه اي حاجه مكالمات بقى تسجل بيه عامه، صوتها تحفه عامه. تاني حاجه بعد كده خلاص انت وصلت لمرحله انت عايز تسجل المايك احسن شويه بقى وفي نويز كانسليشن شويه، مش احسن نويز كانسليشن اللي هو عزل الضوضاء، انت وانت بتسجل بيعمل عزل ضوضاء لوحده والصوت بيبقى عالي فيه. فهتبحث عن مايك بويا ام 1 ده، وهتخش تبحث عن التاجر اللي بيبيعه وتشتريه، وهيجيلك لحد باب البيت بسعر 500 جنيه 530 جنيه بالشحن حاجه زي كده يعني. ده المايكات اللي انت ممكن تستخدمها لو انت بتستخدم ابلكيشن باند لاب. ما تعلاش عن كده يعني، انت ما تعلاش عن كده. لو انت بتستخدم موبايل ما تعلاش عن كده، انت فاهم؟ مش محتاج توصل تجيب مايك بروفيشنال لو انت بتستخدم موبايل. دي الحاجات اللي انا بستخدمها لو انا بستخدم الموبايل عامه يعني. دي المايكات اللي انا كنت بستخدمها في بسجل بها الاغاني بتاعتي او بسجل بها اي حاجه عامه عندي بسجل بيها. دي الحاجتين اللي بسجل بيهم فيها يعني. فانت لو انت بتسجل بالموبايل ما تجيبش مايكات بروفيشنال. لو انت بتسجل بالموبايل ما تجيبش مايكات بروفيشنال. انت تجيب مايكات بروفيشنال بقى ومايكات غاليه. لو انت عندك لابتوب كويس او بي سي كويس، نروح ننزل بقى ابلكيشنات اللي هي بتاعت الناس الصوتيه زي فروتي لوبس او اي ابلكيشن ايا كان بتستخدم ايه. الابلكيشن دي طبعا لازم اوريدي تحتاج مايك بروفيشنال عشان الصوت بتاعه لازم يبقى الدرايف بتاعه وصل على البي سي كويس. بيطلع لك الدرايف بتاعه بيطلع لك نويز كانسليشن كويس، في الصوت طالع بدرجه كواليتي عاليه جدا. الحاجات دي كلها طبعا في البي سي او اللابتوب بتاعك لازم تجيب مايك بروفيشنال، ده اساسي. انا بقول لك عامه لو انت بتستخدم ابلكيشن باند لاب لازم يعني تبدا بالحاجات دي، ما تبداش بمايك بروفيشنال، حرام عليك يعني، فاهم؟ تجيب مايك بروفيشنال هتلاقي ممكن تحبط مثلا، تقول ايه ده، مش شايف نفسي في المجال ده، طب انا ايه اللي دخلني؟ فاهم اقصد ايه؟ فهتترمي الحاجات دي، هتترمي او تتباع. فحتى لو هتتباع قليل قوي اللي هيشتريها منك، فاهم اقصد ايه؟ فانت لو هتشتري حاجه زي كده اشتري اول حاجه زي ما قلت لك الهاند فري بتاع ابل ده جامد جدا. تاني حاجه المايك البويا ام 1 برضو جامد قوي، لو انت تبدا بيه حتى يوتيوب الشانل على اليوتيوب بنصحك بيه جدا، تستخدمه تسجل بيه على الموبايل على البي سي بيشتغل معاك الاثنين. في حاجه تانية اتسالت فيها كتير قوي
اللي هو ازاي مثلا انا معايا مدخل في الموبايل واحد بيدخل فيه الهيدفون وبس، معايا مايك احترافي مثلا او معايا مايك زي ابويا ام 1، طب اسجل بيه ازاي وانا لازم اكون وانا بسجل اسمع الصوت بتاعي في ودني يعني، فاهم اقصد ايه؟ ففي سويتش كده او سبليتر بيبقى بيجاب من على امازون برضو، هسيب لكم صورته هنا هو ده، بيبقى عباره عن مدخل بيدخل في الموبايل في المدخل بتاع الهيدفون، وبيطلع منه مدخلين تاني سويتش كده، في واحد للمايك وفي واحد للسماعات العاديه انت تسمعها، بحيث انت لما بتسجل هو طبعا اوتوماتيك المدخل بتاع المايك بيبقى شغال مايك بس، والمدخل بتاع السماعه بيبقى شغال سماعه بس، حتى لو السماعه فيها مايك هيلغي المايك بتاع السماعه. كويس جدا، انصحك انت تجيبه. برضه هسيب لكم اللينكات بتاعت الحاجات دي تحت في الديسكربشن لو انت اول مره تشوفني يعني. وبس كده، حبيت ما اطولش عليكم في الفيديو دوت. لو انت اول مره تشوفني ما تنساش تعمل سبسكرايب للشانل ولايك للفيديو لو عجبك، وتابعنا على الانستجرام. طبعا كل الناس اللي متابعنا على الانستجرام هناك بيكلمونا في اي اسئله برد عليهم كلهم، هناك ناس محترمه جدا على راسي صحابي. وبس كده، خلينا ما اطولش كتير عليك، اشوفكم الفيديو الجاي. بيس يا مان.